خيانة سما المصري للشخص اللي عرض عليها شغل ب50,000 جنيه اللي هو محمد المطاعني، واللي بالمناسبة يعني عرض عليا نفس العرض وده كان رد عليه. نرجع بقى لخيانة سما المصري لمحمد المطاعني. تعالى بقى اقول لك الاشتغالة دي من اولها لحد اخرها مشيت عليكم ازاي. في يوم صحينا على خبر ارتداء سما المصري للحجاب. خلاص انا لبست الحجاب، بعد اذنكم لو سمحت شيلوا كل صور ليا في الفيسبوك وقفل التيك توك، قفل كل حاجه بس ما الناس تعرف الفيديو. وقب بعد ما كان طوب الارض ما بيحبش محتوى سما او اللي سما بتعمله على السوشيال ميديا، فجاه الكل اتعاطف معاها لان احنا بطبعنا شعب عاطفي واللي بيتوب بنحاول نساعده. بعدها بكام يوم نتفاجئ ان في شخص اسمه محمد المطعني، واللي كان والله بيقدم محتوى هادف جدا، وهنا مش بتريق، هو فعلا كان بيقدم محتوى هادف على السوشيال ميديا. قرر انه يفتح مكتب تسويق عقاري، وكمان قرر انه يتبنى حجاب سما المصري، وقام خارج علينا في فيديو بيعرض على سما المصري انها تشتغل معاه مقابل 50,000 جنيه. البنات اللي عندي هنا ما حدش بيتعدى ال 20,000، بس بالنسبه لسما المصري طبعا عشان نساعدها وربنا يثبتها هديها 50,000 يعني. واللي بالمناسبه في نفس الفيديو اللي هو بيعرض فيه على سما المصري 50,000 جنيه وبيقول ان مفيش بنت عنده بتاخد اكتر من 20، فلفت نظرنا ان في بنتين ورا مش محجبات. مش عايز حد يتضايق من محمد المطعني لان هو بيتبنى حجاب سما المصري فقط، يعني البنتين اللي ورا دول هيفضلوا ياخدوا اقل من 20 حتى لو اتحجبوا. المهم بعد العرض بكام يوم نتفاجئ ان سما المصري راحت رايحه عنده الشركه او المكتب وقالت الكلمتين دول. الاول انا مبسوطه ان انا جيت عند حضرتك هنا في الشركه، وشكرا على انك يعني عرضت العرض ده في فيديو ان انا اشتغل، وان شاء الله ربنا يكرمنا برزق حلال. يعني طلعت انا عملت فيديو عن الموضوع ده، قلت انه دعائي ومستفز دي للناس اللي مش فاهمه انه اشتغال. يقوم المطعني داخل على الفيديو ومعلق لي التعليق اللي انت شايفه ده، ويعرض عليا نفس المبلغ اللي هو 50,000 جنيه مقابل ان اشتغل معاه. فكان رد عليه الرد اللي انت شايفه تحت ده. من الطبيعي ان لو حد انتقدك مش هتشير الفيديو بتاعه عندك على الستوري او على القصه، الا ان محمد في نفس اليوم او في نفس التوقيت اللي كتب فيه التعليق راح مشير الفيديو اللي بنتقده فيه على الستوري عنده او على القصه عنده. طبعا مفيش حد هيعمل كده الا اذا كان غرضه الموضوع يتشاف اكتر ويكبر اكتر والترند يعلى اكتر واكتر. الغريب بقى في الموضوع ان تاني يوم من الفيديو ده سما المصري تخرج في فيديو وتنفي فيه انها اشتغلت في الشركه دي. ما اشتغلتش في اي شركه عقارات ولا غير عقارات. حكايه ان انا اشتغلت في شركه عقارات اللي هي بتاعت المطاعني ب50,000 جنيه في الشهر مرتب، الكلام ده مش صحيح خالص خالص. اللي حصل ان الراجل كتر خيره لما لقاني لبست الحجاب حب يشجعني على الخطوه، وخصوصا ان انا طلبت في كذا بوست ان انا نفسي اشتغل شغل حلال. الراجل مشكورا عمل فيديو وقال احنا بنرحب بيها هنا في الشركه وهديها مرتب 50,000 جنيه، وان الحكايه كلها عباره عن دعايه، تعمل له فيديوهات دعائيه مقابل الفلوس. انا اللي تواصلت مع الشركه لان انا فعلا كنت بدور على شغل. فلما تواصلت معاه هم فعلا كان عايز يوظفني بالمبلغ ده، بس قال مش هتاخدي كوميشن على الشغل اللي تبيعيه وات ايفر انت بتبيعي بقد ايه. فانا الحقيقه قلت له لا، انا ما ينفعش اشتغل، انا ما بعرفش اشتغل وابقى موظفه واقوم الصبح وكده، انا ما بعرفش ومش هعرف شغل العقارات، انا ماليش فيه، ما اعرفوش، مش فاهماه. فاحنا اتفقنا، كان مقترح ان انا اعمل عنده اعلانات واخد اجر عن الاعلانات زي اي حد، اعلانات للشركه عنده. ودي كانت اول اشتغاله يحاول يشتغلها لكم محمد المطاعني، لكن هو اللي لبس. بدا على حد قوله ان دفع لسما المصري 50,000 جنيه مقابل فيديو واحد. قال لي دي رقاصه. على راي المثل قال لك يموت الزمار وصوابعه تلعب. فجأت بعد ما اشترت كل اللي عندي قالت لي بص انا موافقه بال50,000 بس اعمل لك بيها اعلانات. قلت لها ما ابو الحجاب؟ قالت لي لا موجود والدنيا. قلت لها طب تمام هات دلوقتي تمام. وجت صورت معايا وزي الفل. علشان في نفس الفيديو يوصفها بالحقد وانها حقدت وطمعت لما شافت الموضوع طلع ترند وطلبت فلوس اكتر. هي خانت العهد اللي بين اول ما شافت الترند ضرب هي حقدت، بقت كل شويه انا عايزه فلوس، انا طلعتك. قلت لها لا يا ماما من هي وقاعده معايا هنا، انت ما طلعتنيش ترند. تاني اشتغاله وهي تحديهم لبعض على مين فيهم يشتغلكوا اكتر من التاني ويلم منكم مشاهدات اكتر. وحتى حصل تحدي بيني ما بينها، نزلنا فيديو انا وهي قصاد بعض. حبيت اوريها بتقول لي لا بس يا حاج محمد انت المفروض تزودني فلوس ومش عارف ايه وانا مشهوره. قلت لها لا يا ماما انت معروفه
معروفه للعالم كله ان انت رقاصه، لكن انا على السوشيال ميديا اشهر مني. المهم رحنا نزلنا فيديو قصاد بعض انا وهي، انا الفيديو ما كملش 15 دقيقه جاب 100,000 مشاهده، هي نزلت قصاد الفيديو ما كانش جايب 20,000 مشاهده. قلت لها طب ايه اشاركهولك على القصه عندي عشان المتابعين يشوفوه، عشان هو ده شغلي برضه، ولا نكمل التحدي انا وانت عشان تشوفي مين اشهر؟ تالت اشتغاله وهي انها كانت بتلم اللينكات وتاخد اللينكات دي وتبعتها له وتقول له بص مين بيتكلم علينا وبص مين عامل فيديو علينا، انا عايزه فلوس اكتر. وده يبرر لك ليه سما المصري ما كانتش بتتضايق لما حد يتكلم عليها في الترند ده سواء بالحلو او بالوحش. الترند ضرب، هي شافت الترند وكل شويه تبعت لي لينك، شوف مين بيتكلم علينا، شوف مين مش عارف ايه، شوف مين. لا انت تبعت لي فلوس يا ست ايه؟ والله ما بعت بجنيه ايام سما المصري، اقسم برب العزه ما بعت بجنيه، حتى عند عربي الناس رجعت. والله العظيم اقول لها يا شيخه ما تنجيش. رابع اشتغاله ودي لو كانت فعلا حصلت وصح فهو حاول يشتغلكوا انتوا، ولكن هو برضه اللي لبسها. قال لك انهم صوروا اكتر من فيديو مع بعض ولكنها خدت ال50,000 جنيه وما نزلتش غير فيديو واحد بس. ده بهاء دخل علينا احنا وبنصور، عايزين نسلمها الفلوس بتاعتها، قال لي بقى 20,000 جنيه. رحت قلت له لا الفلوس شغلها انا هتنزل وانا ضامنها. قال لي دي رقاصه. قلت له يا عم انا ضامنها والست تعبت ومش عارف ايه، وهي تشهد على الكلام ده. نزلنا الشغل بتاعنا، في باقي شغل هي ما نزلتهوش وفاكره ان هي الترند بتاعها يضرب، بقيت تنزل فيديوهات لناس منافسين الفيديوهات بتاعتها ما جايباش حاجه، فتقوم ايه تذكرنا احنا وتذكر 50,000 جنيه عشان الفيديوهات بتاعتها تجيب. للأسف يا عزيزي في النهاية طلع الكل بيشتغلك، سواء اللي بيشتغلك بحجة الحجاب أو اللي بيشتغلك بحجة إنه بيدعم قصة الحجاب، وفي النهاية المراد واحد هو الفلوس والترند، لدرجة إنهم وصلوك لمرحلة ما بقتش عارف مين صادق ومين كذاب. الاشتغالات اللي وصلت إن زوجين ينفصلوا قدام الناس كنوع من أنواع الترند والمشاهدات، وفي الآخر يرجعوا لبعض برضه علشان الترند. ومش بعيد كمان إن الفيديو اللي عمله الشخص ده في الآخر واللي إحنا بنتكلم عنه النهارده يكون هو كمان اشتغاله وبالاتفاق ما بينه وما بينها. في النهايه لو وصلت للجزء ده ما تنساش تقول لي رايك في اللي انت شفته وسمعته النهارده، وكفايه اشتغالات بس كده.